تابع الحضور مباراة المنتخبين بشغف كبير وتفاعلوا مع كل أطوارها حتى النهاية. يذكر أن عنتر يحيى يلعب في أنجي رفقة مواطنه كريم زياني، وكلاهما لعب للخضر في مونديال 2010 في جنوب إفريقيا. كما شفنا المباراة درك، كانت مباراة صعيبة. كنا كل نستناو يعني في مباراة صعيبة، المباراة الأولى في تصفية كأس العالم، وخاصة ضد منتخب كيما كامرون. عم بالنا بلي عندهم نجوم كبار يلعبوا كل في أوروبا. وبس حتى احنا عندنا لاعبين ملاح ويلعبوا في أكبر أندية في أوروبا. بس مباراة كيما هذه نظن باللي الضغط، يعني الضغط تاع النتيجة زاد على اللاعبين تاعنا. كان جمهور يستنى بزاف من المباراة هذه، خاصة في النتيجة. بس أنا مازال عندي ثقة كبيرة في المنتخب تاعنا وفي اللاعبين تاعنا. تنجم حتى تفوز المباراة الأولى وما تتأهلش، وتنجم تخسر ولا تتعادل في المباراة الأولى وتتأهل كأس العالم. ما زالت عندنا الفرصة كاملة باش نتأهلوا إن شاء الله. المباراة الجاية أمام نيجيريا في نيجيريا. المباراة الجاية أمام نيجيريا في نيجيريا تكون صعيبة، بس حملنا للمباراة هذيك إن شاء الله يكونوا رجعوا حتى لاعبين مصابين ومهمين للمنتخب. إن شاء الله نتمنى على كل حال اللاعبين كل يكونوا في مستوى، في الأندية تاعهم يكونوا في مستوى مليح باش ينجموا يعني يزيدوا الفضل هذا في المنتخب تاعنا. كما تشوف احنا اليوم شويه الواحد ما نجموش نكونوا فرحانين بعد النتيجه هذه، بس ان شاء الله يكون خير في المباراه ضد نيجيريا ان شاء الله. وتغلب المنتخب النيجيري على مضيفه الزامبي بهدفين لهدف ضمن المجموعة الثانية. ألكسندر أيوبي تنجم حتى تفوز المباراة الأولى وما تتأهلش، وتنجم تخسر ولا تتعادل في المباراة الأولى وتتأهل كأس العالم. ما زالت عندنا الفرصة كاملة باش نتأهلوا إن شاء الله. المباراة الجاية أمام نيجيريا في نيجيريا. المباراة الجاية أمام نيجيريا في نيجيريا تكون صعيبة، بس حملنا للمباراة هذيك إن شاء الله يكونوا رجعوا حتى لاعبين مصابين ومهمين للمنتخب. إن شاء الله نتمنى على كل حال اللاعبين كل يكونوا في مستوى، في الأندية تاعهم يكونوا في مستوى مليح باش ينجموا يعني يزيدوا الفضل هذا في المنتخب تاعنا. كما تشوف احنا اليوم شويه الواحد ما نجموش نكونوا فرحانين بعد النتيجه هذه، بس ان شاء الله يكون خير في المباراه ضد نيجيريا ان شاء الله. وتغلب المنتخب النيجيري على مضيفه الزامبي بهدفين لهدف ضمن المجموعة الثانية. ألكسندر أيوبي كامرون. عم بالنا بلي عندهم نجوم كبار يلعبوا كل في أوروبا. وبس حتى احنا عندنا لاعبين ملاح ويلعبوا في أكبر أندية في أوروبا. بس مباراة كيما هذه نظن باللي الضغط، يعني الضغط تاع النتيجة زاد على اللاعبين تاعنا.
كان جمهور يستنى بزاف من المباراة هذه خاصة في النتيجة. بصح أنا مازال عندي ثقة كبيرة في المنتخب تاعنا وفي اللاعبين تاعنا. نجم تابع الحضور مباراة المنتخبين بشغف كبير وتفاعلوا مع كل أطوارها حتى النهاية. يذكر أن عنتر يحيى يلعب في أنجير رفقة مواطنه كريم زياني، وكلاهما لعب للخضر في مونديال 2010 في جنوب إفريقيا. كما شفنا المباراة درك كانت مباراة صعيبة. كنا كلنا نستناو يعني في مباراة صعيبة، المباراة الأولى في تصفية كأس العالم، وخاصة ضد منتخب كما